السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من قناة نانو كروشيه. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السكارف الجميلة دي مستوحاة من فيلم هاري بوتر، فريق جريفندور اللي هو بيكون اللون الاحمر والاصفر. لو انتم متعرفوش ايه ده، فده يعني سلسلة افلام اجنبية مشهورة، يعني ليها الفانز بتاعتها وكده، فالناس بتحب ان هي تلبس السكارف اللي كانوا بيلبسوها في الفيلم. في 4 الوان من السكارف دي، في منها الاحمر والاخضر والاصفر والازرق. النهارده ان شاء الله هنعمل الاحمر في اصفر، دي تبع فريق جريفندور. وطبعا اللي شافوا الفيلم فاهمين انا برغي في ايه دلوقتي. المهم عشان مش عايز اطول عليكم، ان شاء الله النهارده هنعملها باسهل طريقه عشان تدينا شكل غرزه التريكو. للناس اللي مش بتعرف تشتغل تريكو هنشتغلها بالكروشيه بس تدينا نفس نتيجه التريكو. هنشتغل بحاجه اسمها الكروشيه التونسي، هوريكم كل حاجه وكل التفاصيل على مدار الشغل واحنا شغالين ان شاء الله. وبرده لو عايزين ان انتوا ان احنا نكمل يعني بسلسله للكروشيه التونسي فيما بعد قولولي، وان شاء الله هوريكم يعني غرز كتير منها. دي ابسط غرزة واللي هي بتديكي شكل غرزة التريكو. بس كده، قبل ما نبتدي الفيديو متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله هنا في القناة. يلا بينا نشوف الطريقة. والادوات اللي هنحتاجها: الخيط طبعا هستخدم خيط صوف، ده خيط اسمه كارما، وده خيط اسمه نانا تريكو. هو اي نعم النوعين مختلفين بس الفتلة يعني ايه قريبة من بعض، فلو يعني مضطرة انت تستخدمي نوعين من الخيط مختلفين خليكي دايما متأكدة ان الخيط يناسب بعضه عشان ما يكونش فيه تفاوت في الشغل. وهستخدم معاهم ابرة رقم 5، دي ابرة للكروشيه التونسي، بتكون كده طويلة شوية عشان يعني ايه بيشتغلوا السطر كله على بعضه كده. برضو ممكن لو مش متوفرة عندك تستخدمي ابرة رقم 5 عادية من اللي هو بتكون صغيرة. برضو لو عايزين نشتغل شغل اكتر بالكروشيه التونسي، طبعا دي غرزة بسيطة جدا اللي هنشتغلها النهاردة. بس طبعا الكروشيه التونسي ده عالم لوحده، بيكون ليه غرز واشكال معينة. لو عايزين ممكن تطلبوا مني في الكومنتات وان شاء الله هعملكوا سلسلة للكروشيه التونسي. بس حاليا احنا هنشتغل غرزة بسيطة جدا. ودي كده كل الادوات اللي هنحتاجها. يلا بينا نشوف الطريقة. هبدأ اول حاجة باللون الاحمر او يعني اللي هو نبيتي او كده، وهشتغل هطلع الخيط من جوه عشان يبقى ايه معايا كده الشلة بشكلها كده، ما افضلش يعني ما اطلعش من بره، بطلع من جوه اهي. وبجيب الابرة بتاعتي زي ما قلتلكوا، دي ابرة رقم 5. ممكن برضو تشتغلي باي حجم ابرة مناسب للخيط بتاعك، بس غالبا 5 بيكون مناسب، لاني بس معلش نسيت اقول حاجة، ان الخيط ده عادة بنستخدم معاه 3-4، بس انا مستخدمة 5 عشان الغرزة بتاعتنا بتكون ضيقة، فايه عشان تكون معانا مرنة كده شوية. يعني مثلا لو الخيط بتاعك تخين تستخدمي معاه 5، تستخدمي 6 هكذا. يلا بينا نشوف دلوقتي. اول حاجة عادي جدا هعمل عقدة بداية. هو ممكن بس الابرة الكبيرة تكون صعبة معاكي بس في الاول في حوار السلاسل في البداية، بعد كده هتكون معاكي مريحة ان شاء الله. هشتغل سلاسل بالشكل ده لغاية ما اوصل لعرض الكوفية اللي انا عايزاه. بالنسبة لي هعمل 25 سلسلة بالشكل ده. قربت لكم الكاميرا شوية عشان تشوفوا. دلوقتي انا اشتغلت 25 سلسلة، وده عرض الكوفية بتاعتنا. بعد ما او يعني ايا كان العرض اللي انت هتشتغليه، هتشتغلي سلاسل يعني المقاس اللي انت عايزاه. بعدهم بتزودي سلسلة، دي ارتفاع، دي مش بنحسبها تبع الشغل. الخطوة الجاية ان احنا بنقلب السلسلة على ظهرها بالشكل ده، وهنشتغل في الجزء اللي من ورا ده. شايفين اهو؟ بدخل اول حاجة طبعا بنسيب اول سلسلة دي، وبدخل في السلسلة اللي بعدها، بدخل في الجزء ده كده وبسحب الخيط وبطلعه كده لبره شوية وبريح ايدي. شايفين كده؟ بدخل في الغرزة اللي بعدها هنا كده وبسحب الخيط وبريح ايدي بالشكل ده. بدخل في الغرزة اللي بعدها كده وبسحب الخيط، بشد ايدي كده
اللي بعدها برضو بدخل كده في الغرزة التالتة، يعني الحلقة التالتة اللي هي من ورا، وبسحب الخيط بالشكل ده اللي وراها كده، وهكذا طول السطر اللي هو 25 سلسلة، 25 غرزة بنفس الشكل ده كده. هكمل الشغل كله بنفس الطريقة دي. وصلت كده للغرزة الأخيرة، ما تنسيش دي غرزة اهي بنشتغل برضو فيها في الحلقة الخلفية اللي من ورا خالص، وبنسحب الخيط، وكده خلصنا 25 غرزة بتوعنا. وده شكل السطر. طبعا فايدة الإبرة دي ان هو السطر كله بيتوزع عليها بالشكل ده، وطبعا كل ما بتكتري الغرز كل ما بياخد على يعني بياخد الإبرة كلها، فاهمين؟ وطبعا لو الغرز معاكي كتيرة بتعملي مثلا حاجة كبيرة، الغرز بتكون على بعضها كده شوية هكذا يعني. دلوقتي هنشتغل السطر التاني. هنعمل ايه؟ هتمسكي الخيط هنا وبطرف الإبرة او بالإبرة يعني بتسحبي الخيط من اول حلقة بس، من اول حلقة بس، تمام. بعد كده بتاخدي لفة على الإبرة وبتخرجي من اول لفتين، اول حلقتين بالشكل ده. هعيدها معاكم تاني اهي، بس نطلع بس الغرزتين دول زي ما كانوا اهو كده معانا اول سطر زي ما كان اهو. بنعمل ايه؟ اول حاجة باخد لفة على الإبرة وبخرج من اول حلقة بس، من اول حلقة بس. بعد كده باخد لفة وبخرج من تاني حلقتين بالشكل ده. بعد كده باخد لفة وبخرج من تاني حلقتين، وهكذا باخد لفة وبخرج من تاني حلقتين، لفة وبخرج من الحلقتين بالشكل ده، لفة وبخرج من الحلقتين، هكذا السطر كله. يبقى اول غرزة بس اللي سحبنا من اول حلقة بس، لكن بعد كده كملنا حلقتين حلقتين لنهاية السطر بنفس الطريقة دي كده. كده خلصنا اول سطر. هعمل معاكم اخر غرزتين اهو، بيبقى معانا حلقتين باخد لفة وبخرج منهم بالشكل ده. وكده خلصنا اول سطر معانا في السكارف بتاعنا. تاني سطر بعمل ايه؟ بشد كده الحلقة اللي على الابرة كده لفوق شوية من غير ما اعمل سلاسل، لا انا بشد بس الخيط لفوق شوية كده اهو. بعدين بدخل فين؟ شايفين الغرزة دي؟ طبعا دي اول حلقة، دي مش بنشتغل فيها، انا بس يا رب تكون واضحة، دي مش بنشتغل فيها، بنشتغل في اللي بعدها دي اهي. بندخل في نص الحلقة بالشكل ده، شايفين اهي. عايزة بس اوريها لكم كويس. ده الغرزة دي مش بنشتغل فيها، بنشتغل في دي، بتكون عبارة عن حلقتين بندخل في النص كده. يعني اهو معانا الابرة، بدخل في النص بتاع الغرزة دي وبسحب الخيط وبسحبه لفوق عشان يبقى على مستوى الحلقة اللي على الابرة، شايفين؟ بدخل في الغرزة اللي بعدها برضو بنفس اللي عملته، ادي الغرزة اهي، بدخل في النص وبسحب الخيط كده. اللي بعدها برضو بدخل ما بين الحلقتين كده وبسحب الخيط لفوق بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها برضو بدخل كده ما بين الحلقتين وبسحب الخيط لفوق، هكذا برضو الغرزة اللي بعدها بدخل كده ما بين الحلقتين في الغرزة اهي، شايفين؟ بدخل كده هنا وبسحب الخيط وبساوي الغرزة مع اللي قبلها، هكذا اللي بعدها وبسحب الخيط كده. هكمل بنفس الطريقة دي لنهاية السطر. وصلت كده لاخر غرزة نشتغلها سوا اهي، برضو ما تنسيهاش بتكون في اخر السطر. بندخل كده في نص الغرزة وبسحب الخيط وبسويه بالغرزة اللي قبلها بالشكل ده. وكده معانا تاني سطر بالشكل ده. هنكمله دلوقتي. بنعمل ايه؟ نفس اللي عملناه في السطر اللي قبله، باخد لفة على الابرة وبخرج من اول لفة بس او من اول حلقة بس. بعد كده باخد لفة وبخرج من الحلقتين اللي وراهم
ثانية واحدة اهي، من الحلقتين اللي وراهم. اللي بعدها برضو بخرج من الحلقتين بالشكل ده، بعدها برضو من الحلقتين، وهكذا حلقتين حلقتين لغاية ما اوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. كده خلصت السطر. هنعيد اللي عملناه تاني. بعد ما خلصت السطر كده برفع الخيط لفوق شوية من غير سلاسل، وطبعا مش بنشتغل في الحلقة اللي على الجنب دي، لا بنشتغل في الغرزة اللي هي دي كده هنا، عايزة بس تبان كويس اهي، وبندخل جواها وبنسحب الخيط، وبرفع كده الخيط شوية لفوق، بدخل في الغرزة اللي وراها كده وبسحب الخيط لفوق، الغرزة اللي وراها بسحب الخيط بالشكل ده، هكذا طول السطر لغاية ما اوصل للآخر. وصلنا كده للنهاية. وطبعا ما تنسوش تشتغلوا في آخر غرزة دي. بندخل برضو كده، ثانية بس عايزاها تبان كويس اهي، بندخل في نص الغرزة كده وبسحب الخيط بالشكل ده. كده معايا السطر كامل. دلوقتي هعمل ايه؟ باخد لفة على الابرة، بخرج من اول حلقة لوحدها، بعد كده باخد لفة وبخرج من الحلقتين، بعد كده لفة حلقتين، هكذا لغاية ما اوصل لنهاية السطر. طبعا انا ماسكة يعني ايه، ممكن اي ماسكة تريحك تشتغل بيها، بس انا حاسة ان انا لما بطلع يعني باخد لفة وبخرج كده بحس ان انا ماسكاها من تحت، انا يعني ايه عارفة اشتغل كده احسن. لو انت شايفة ان انت مثلا لو اشتغلتي من فوق كده وعملتي كده اسهل لك انت تاخدي لفة وتخرجي كده اوكي، بس انا بالنسبة لي بصراحة من تحت احسن. فانت شوفي برضو ايه اللي مريحك واشتغلي بيه. هكمل بنفس الطريقة دي لنهاية السطر. وبكده خلصت السطر بنفس الطريقة. دلوقتي هنكرر اللي عملناه تاني. بسحب كده الخيط شوية لفوق وبشتغل في الغرزة اللي هي دي اهي، وبسحب الخيط منها لفوق، الغرزة اللي بعدها برضو واسحب الخيط لفوق، هكذا بندخل زي ما قلتلكوا كده في نص الغرزة بالشكل ده لغاية ما نوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة دي. خلصت كده السطر كله للنهاية. وطبعا زي ما قلت لكم متنسوش اخر غرزة دي، لان في ناس بتنساها وبتستغرب بعدين ان الشغل شكله مش مظبوط، عشان بيكون في غرزة هنا في الاخر اهي. دلوقتي هنعمل ايه؟ باخد لفة وبخرج من اول حلقة لوحدها كده كده، باخد لفة وبخرج من تاني حلقتين، لفة من الحلقتين، هكذا لغاية ما اوصل لنهاية السطر. طبعا هنخلص السطر بنفس الطريقة اللي قلتلكوا عليها، والسطر اللي بعده هيكون تكرار بالظبط، ان احنا بندخل في نص الغرزة ونسحب الخيط، وهكذا هتفضلي ماشية بنفس التكرار. السطرين دول سطر بتطلعي الغرز لفوق، وسطر بتعملي اللي هي تخرجي من حلقتين حلقتين لنهاية السطر، هكذا هتمشي بنفس الطريقة دي بالظبط لغاية ما توصلي ل يعني عدد غرز معين. طبعا لو انت عايزه تشتغلي الكوفيه كلها بنفس اللون تمام، بس كوفيتنا النهارده هتكون عباره عن ميكس من اللون الاحمر واللون الاصفر، لانها سكارف بتاعت هاري بوتر جريفندور، طبعا في كذا لون. ان شاء الله يعني انا ناويه ان انا انفذ منها برضو بتاعت سليذرين اللي هي بتكون اخضر. احنا هنشتغل بتكنيك معين، بشتغل من اللون الاحمر ده 15 سطر، بعد كده هندخل اللون الاصفر. طبعا هوريكم ازاي هندخل اللون التاني متقلقوش. بس هنشتغل دلوقتي باللون الاحمر عدد سطور معين اللي هو 15. طبعا لو عايزه تكتري او تصغري عادي براحتك. بس كده فهشتغل 15 سطر باللون الاحمر وارجع لكم دلوقتي بس عشان تعرفي تعدي ازاي السطور. فبالنسبه لنا بصوا يعني مثلا، يعني ممكن اجيب ابره تاني بس عشان اوريكم اهي. معانا ده سطر تمام، وده سطر كده 2، وده سطر كده 3، يعني الحرف الفي ده بنعتبره سطر، فكده معانا 3 سطور. ودلوقتي احنا بنكمل في السطر الرابع. يعني هنعمل وراهم كمان 11 سطر، هيبقى معانا ان شاء الله 15 سطر. بعد كده هنكمل بقى ايه وندخل اللون الاصفر. مش عايزه اكتر كلام، هخلص وارجع لكم. كده خلصت ال15 سطر اللي قلت عليهم اهم باللون الاحمر. دلوقتي هنحط اللون الاصفر.
فعشان لما نيجي نوصل الخيط يكون شكله كده حلو ومقبول هنعمل ايه؟ هاجي هنا في اخر سطر، طبعا كان اخر سطر بالنسبه لي هنا ان انا بسحب، بلف الخيط وبسحبه من الحلقتين لغايه ما اوصل للاخر. فهاجي في اخر حلقتين هطلع منهم الخيط كده وهحط الابره تاني، يعني مش هكملهم باللون الاحمر، وهجيب اللون الاصفر ده وهحطه كده هنا واطلعه من الحلقتين دول، وهاجي كده هجيب القطعه على ظهرها، ده شكل الظهر بالمناسبه. هجيب كده القطعه على ظهرها وهمسك طرف الخيط الاصفر مع الخيط الاحمر وهربطهم سوا عشان نثبت الخيطين بالشكل ده. ممكن نربطهم تاني مش مشكله، المهم ان هما ايه يكونوا ثابتين بالشكل ده. وهمسك اللون الاصفر هو اللي هشتغل بيه دلوقتي اهو. هطلع الخيط كده لبره شويه بالشكل ده، وهدخل في الغرزة. طبعا مش بنشتغل في الحلقة اللي من بره دي، بنشتغل في الغرزة الاولى اللي هي دي. بندخل كده في الغرزة وبنسحب الخيط كده وبخليها تتساوى مع الغرزة اللي قبلها او مع الحلقة اللي قبلها. بدخل في الغرزة اللي بعدها وبسحب الخيط واشد كده الخيط بنفس الطريقة بالظبط اللي كنا شغالين بيها الاحمر، هنشتغل الاصفر. اسحب كده الخيط وارفعه لفوق. طبعا زي ما قلنا بندخل في الغرزة كده هنا بالشكل ده لغاية ما نخلص السطر كله. كده خلصت السطر كله بنفس الطريقة. وطبعا بقولكم زي ما بقولك كل مرة متنسوش اخر غرزة دي. دلوقتي بمسك كده الخيط بصباعي وباخد لفة وبخرج من اول حلقة بس لوحدها، بعد كده باخد لفة كده وبخرج من اللفتين اللي بعدهم، باخد لفة وبخرج من الحلقتين، لفة وبخرج من الحلقتين، هكذا لغاية ما اخلص السطر كله بنفس الطريقة دي. كده خلصنا اول سطر باللون الاصفر، لان السطر اللي بنسحب منه والسطر اللي بنقفل بيه يعني بنسحب من كل حلقتين ده كده على بعضهم يعتبروا سطر واحد يعني السطر بتاعنا مكون من سطرين. فكده احنا خلصنا اول سطر. تاني سطر هنكرر اللي عملناه بالظبط. لو بتتلخبطي من حوالي ان ده سطر او سطرين فاعتبري دول سطرين، ففاضل لنا سطرين كمان فيبقوا 4. هندخل في اول غرزة اللي هي دي كده، شايفين في نص الغرزة كده، وبنسحب الخيط وبسحبه لفوق كده بالإبرة. بدخل في الغرزة اللي بعدها دي اهي وبسحب الخيط وبسحب لفوق كده، الغرزة اللي بعدها وبسحب لفوق كده، هكذا في كل غرزة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. كده وصلت لنهاية السطر. دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب كده الخيط وهاخد لفة وهسحب من اول حلقة بس، بعد كده باخد لفة وبخرج من الحلقتين اللي بعدهم، لفة من الحلقتين اللي بعدهم، هكذا لغاية ما اوصل لنهاية السطر. وصلت كده لاخر حلقتين معايا، بس بدل ما هسحبهم باللون الاصفر لا انا هجيب كده اللون الاحمر. انا مقصتوش اهو لسه قاعد، اللي هو كان فاكرين اللي كنا شغالين بيه تحت ده، هسحبه من اخر حلقتين كده وايه، وهظبط الشغل بتاعي وهجيب اللون الاصفر على جنب كده عشان هنحتاجه تاني، فهخليه على جنب. وهسحب كده اللون الاحمر لفوق شوية وهدخل في الغرزة اللي بعدها اهي، او يعني اول غرزة في السطر، هظبط كده واسحب اللون الاحمر لفوق كده، شايفين؟ هدخل في الغرزة اللي بعدها واسحب اللون الاحمر لفوق، او الغرزة يعني لفوق. هدخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط بالشكل ده، الغرزة اللي بعدها هسحب الخيط بنفس الطريقة بالظبط، بس الاختلاف ان احنا معانا لون مختلف لا اكتر ولا اقل. هخلص السطر بنفس الطريقة دي لاخره. خلصت كده السطر وهنكرر. طبعا احنا بنقفله بنفس الطريقة، ان احنا بناخد لفة كده بخرج من اول حلقة، بعد كده لفة من حلقتين، لفة حلقتين، هكذا لنهاية السطر. وصلت كده لاخر حلقتين معايا في السطر. مش هكملهم باللون الاحمر عشان هدخل اللون الاصفر تاني، فهجيب كده اللون الاصفر من تحت تاني واطلعه كده لفوق وهدخله من الحلقتين دول، وهجيب كده اللون الاحمر على جنب بالشكل ده. مش
يعني ايه على جنب كده، وهشتغل باللون الاصفر. هدخل في الغرزة كده وهسحب الخيط الاصفر لفوق، الغرزة اللي بعدها وهسحب الخيط الاصفر لفوق، هكذا في كل غرزة لغاية ما نوصل لنهاية السطر. كده خلصت السطر للنهاية بنفس الطريقة. وزي ما متعودين باخد لفة وبخرج من اول حلقة لوحدها، بعد كده لفة من الحلقتين، لفة من الحلقتين، وهكذا لنهاية السطر. وكده خلصت السطر. السطر اللي بعده برضو هيكون باللون الاصفر، فهسحب كده الخيط لفوق شوية، هدخل في الغرزة واسحب الخيط واسويه كده مع الغرزة اللي قبلها، هدخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط، وهكذا في كل غرزة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. خلصت كده السطر، وهاخد لفة مع الابرة وهخرج من اول حلقة، بعد كده لفة هخرج من الحلقتين اللي بعدهم، وهكذا لفة من الحلقتين اللي بعدهم. هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وصلت كده لاخر حلقتين معايا في السطر، هكملهم باللون الاحمر لاني عايزة بعد كده اكمل القطعة باللون الاحمر. فهدخلهم كده من الحلقتين وهجيب اللون الاصفر على جنب كده، وهكمل هدخل الغرزة اللي بعدها باللون الاحمر بالشكل ده. هكمل بنفس الطريقة دي لنهاية السطر. وطبعا خلاص احنا متعودين عارفين هنقفل السطر ازاي. هكمل للنهاية، بعد كده بناخد لفة ونخرج من اول حلقة لوحدها، بعد كده لفة حلقتين حلقتين لغاية ما نوصل للنهاية. دلوقتي خلاص ممكن نقص الخيط الاصفر لان احنا مش هنحتاجه في الجزء ده تاني. هكمل بعد كده هعمل 15 سطر باللون الاحمر، يعني تكرار للجزء ده تاني. هكرر الجزء ده تاني، هعمل 15 سطر. فبعد ال15 بندخل اللون الاصفر مرة تانية وبنربطه زي ما علمتكم بالظبط هنا. بنعمل سطرين اصفر، بعد كده سطر احمر، سطرين اصفر، بعد كده 15 احمر، سطرين اصفر، سطر احمر، سطرين اصفر، بعد كده 15 احمر. يعني الشكل هيكون زي كده بالظبط. هي دي انا لسه مخلصتهاش، بس هي نفس الفكرة، يعني نفس الكوفية بالظبط. ان انا بعمل اهو بعمل 15 باللون الاحمر، بعد كده 2 اصفر، واحدة احمر، 2 اصفر، بعد كده 15 باللون الاحمر، بعد كده 2 اصفر، 2 واحد احمر، 2 اصفر، 15 باللون الاحمر، هكذا لغاية ما توصلي لنهاية الكوفية، يعني لغاية ما توصلي لطول الكوفية اللي انتي عايزاه. فهكمل بنفس الطريقة دي اللي قلتلكوا عليها لغاية ما اوصل لطول الكوفية اللي انا عايزاه. ده كده بعد ما وصلت للطول اللي انا عايزاه، اشتغلت بنفس يعني التكرار اللي انا قلتلكوا عليه، اللي هو 15 غرزة 15 سطر بالاحمر، بعد كده 2 اصفر، واحد احمر، 2 اصفر، وهكذا تكرار لغاية ما وصلت للطول اللي انا عايزاه. طيب ايه هو الطول؟ الطول حوالي 180 سنتي. ولسه دلوقتي هضيف الشراشيب، يعني هي ممكن تكون كلها على بعضها مثلا 200 سنتي. يعني دي حوالي 175 مثلا من غير الشراشيب، لسه هحط شراشيب. طبعا الطول بيتفاوت على حسب انت عايزاها ايه، في ناس بتحبها قصيره، ناس بتحبها تتلف مرتين فبتحبها يعني تكون طويله وكده. فالطول ده يعني ال180 بيكون يعني في الوسط لاغلب الناس، فهي ال180 بتكون يعني ايه كويسه ان شاء الله. بس هي دي لسه هتكبر عن 180 لان لسه في شراشيب. تمام. بالنسبه للعرض فهو حوالي 18 سنتي، ده انت لو عايزاها نفس اللي انا عاملاها بالظبط. تمام. دلوقتي بعد ما خلصنا اخر واحدة وعملنا ال15 غرزة 15 سطر باللون الاحمر، هعمل سلسلة بس عشان اثبت الخيط بتاعي وهقص الخيط. تمام. انا قصيت الخيط كده وهسحب الخيط بالشكل ده. ودلوقتي هو عامة مش محتاجين ان احنا ننضفه لان احنا هنعتبره تبع الشراشيب اللي احنا هننزلها دي. اللي محتاجين ننضفه هو الخيط اللي من ورا ده بتاع اللون الاصفر لما كنا بنوصل. فهنضفه بطريقة سهلة جدا. بنجيب مثلا ابرة ارفع شوية او ممكن بابرة تنظيف، وهتدخلي تحت الغرز وتنضفي. يعني مثلا تدخلي تحت الغرز هنا كده، يعني بتكون باينة بس الشكل ده لغاية ما توصلي للخيط اللي انت عايزة تنضفيه ده مثلا.
فهتسحبيه كده من تحت الغرز بالشكل ده، وهتقصي الزيادات، يعني هتيجي كده هنا وهتقصي الزيادة. هكذا برضو الخيط ده هتنضفيه تحت الغرز، وهكذا في اي خيط عايزة تنضفيه على طول الكوفية كله. دلوقتي بالنسبة للشراشيب، فاحنا هنجيب اي كرتون او اي قطعة كده تكون بطول الشرشوبة اللي احنا عايزينها، او بطول يعني الخيط اللي احنا عايزينه ينزل من الكوفية. فمثلا انا شايفة ان دي يعني ايه مقاسها كويس، فهعمل ايه، هجيب كده الخيط وهثبته كده بصباعي على الكرتونة وهلف. يعني مثلا كده احنا لفينا لفة واحدة، فدي كده تعتبر شرشوبة واحدة، لان انا هعملها عبارة عن فتلة واحدة، يعني الشرشوبة عبارة عن فتلة واحدة. فادي كده واحد، هلف مرة تاني اتنين، لفت كمان تلاتة، أربعة، هكذا لغاية ما توصلي طول عدد الشراشيب اللي انتي عايزاه. لفيت كده عدد من الخيط يعني، او عدد من اللفات. هاجي كده هنا في الاخر هقص نهاية الخيط كده، وهاجي هنا في الاخر خالص هدخل كده المقص تحت كل الخيوط دي وهقصها مرة واحدة، وهطلعهم خلاص كده من على الكرتونة. وكده معايا عدد الشراشيب دي. بناخد كل فتلة وبنعتبرها شرشوبة. طبعا الشراشيب ليها اشكال ومقاسات كتير، فده يعني ايه اصغر مقاس منها اللي هو فتلة واحدة. فبجيب كده الشرشوبة وباجي هنا في بداية الكوفية وبدخل الخيط من ورا في بداية السطر كده اهو، هنا بداية السطر، وبسحب الخيط من النص او بسحب الشرشوبة من النص كده، بسحبها لورا اهي كده. بقى معايا الخيط كده، باخد الشرشوبة كلها او الفتلتين وادخلهم من الحلقة دي كده، يعني كأني ربطت الشرشوبة كده، بسحبها. وده كده شكلها. بدخل كده على الغرزة اللي بعدها او المكان اللي بعده اللي عايزة احط فيه الشرشوبة هنا مثلا، وباخد فتلة كمان وباخدها كده من النص وبطلعها لورا. بعد كده باخد باقي الشرشوبة وبدخلها جوه الحلقة دي وبكمل الربطة بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها نفس النظام بالظبط، باخد كده فتلة وفتلة واحدة وبدخلها من النص هنا. بعد كده بدخلها جوه الحلقة وبسحب كده. هكذا هكمل بنفس الطريقة دي الكوفية كلها لغاية هنا، وهعمل كمان كده في الناحية التانية اللي احنا معانا ناحيتين، فهخلصهم كلهم وارجع لكم. وده كده الشكل النهائي للشراشيب بعد ما حطيت كل الشراشيب بنفس الطريقة اللي قلتلكوا عليها، وكمان عملت كده الناحية التانية. وده كده الشكل النهائي للكوفية بتاعتنا. هي بس مش عارفة افردها كلها في كادر الكاميرا يعني صغير عليها، فهي ايه انا تانياها كده. وده كده الشكل النهائي لسكارف جريفندور من هاري بوتر. لو عايزين انا ان شاء الله برضو هنفذ بتاع سليذرين، ممكن برضو هنزلكوا الصور، قولولي لو عايزين انزلها. وبرضو لو عايزين يعني لو حابين تنفذوا نفس الكوفية دي بس بطريقة تانية غير طريقة الكروشيه التونسي، قولولي وانا هعملها معاكم بطريقة الكروشيه العادي. وهنعملها ان شاء الله في فيديو لوحده لو عايزين. بس كده حبيت بس ان انا اعمل بالكروشيه التونسي عشان تدينا شكل التريكو اللي هو ده بس بالكروشيه، لان يعني في ناس بتحب شكل التريكو بس مش بتعرف تعمله، فعملناه بابسط طريقه بالكروشيه. بس كده ده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا وحبيتوه. وبرده لو عايزين اي حاجه من هاري بوتر سواء يعني ميداليات او عرايس او اي حاجه تدل على هاري بوتر، لان عارفه ان جمهور هاري بوتر كبير قوي في الوطن العربي، فلو عايزين اي حاجه يعني تبع هاري بوتر قولولي برضو، وانا ان شاء الله مش هتاخر وهنفذها بابسط طريقه بحيث ان المبتدئين والمحترفين يعرفوا يعملوها باذن الله. بس كده متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بننزله هنا في القناه. وسيبولي كومنت قولولي فيه انتوا بتشجعوا انهي فريق من هاري بوتر، يعني جريفندور، سليذرين، هافلباف. الرابع مش فاكره اسمه بصراحه. اوكي هو على لساني بس مش عارفه اطلعه. المهم
هما 4 بيوت، قولولي انتوا انهي بيت فيهم. آه بس كده. عن نفسي انا سليذرين بصراحة، او يعني بحب هاري بوتر وطبعا فريق جريفندور، بس يعني بحس ان سليذرين فيهم فخامة كده، فعشان كده هعمل سليذرين لنفسي، لكن دي لحد يعني، لكن سليذرين هعملها لنفسي. بس كده، مش عايزة اطول الكلام عليكم يعني. خلصنا الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.